خطوة بسيطة جدا هيطلع معاكي الفطير بالمنظر ده، وهتعمليه في البيت بمنتهى السهولة. حتى لو ما عندكيش مساحة للفرد هوريكي بقى طريقة فرد سهلة وبسيطة جدا هتسهل معاكي الموضوع ده. واهم حاجة في كام تكة كده لو عملتيهم هم دول اللي بينجحوا الفطير. مش عارفة ليه يعني ما بيوضحوهاش. دايما اي حد بيعمل فيديو الفطير ما بيوضحش الكام حاجة دول. هي مش في المكونات، هي في الطريقة، ولكن هم دول اساسا اللي بيفرقوا في نجاح الوصفة. يعني الطريقة اهم من المكونات اللي انت هتحطيها. طبعا المكونات مهمة وكل حاجة، ولكن الطريقة اللي هقولك عليها دي هي اللي هتنجح معاكي الوصفة. مش شرط حتى ترققي الفطيرة على الاخر، بس انا هوريكي ترققيها ازاي. لكن لو مشيتي بالطريقة اللي هقولك عليها دي هينجح معاكي الفطير وهيطلع معاكي احلى من بره بألف مرة. هنشوف الطريقة سوا مع بعض، سهلة وبسيطة جدا. المكونات مية ودقيق وملح، يعني مش حكاية. معانا 2 كيلو من الدقيق. ال2 كيلو هيطلعوا معاكي 3 فطاير مليانين. لو حابة يبقوا رفيعين شوية وبنفس الحجم اللي وريتهم لك دول هيطلعوا معاكي 4 فطاير. 2 كيلو دقيق، حطيت معاهم معلقة من السكر وربع معلقة من الملح ومعلقة من البيكنج باودر. خلطنا المكونات كويس جدا. هنستخدم كوباية اللي هي حجم 250 ملي، هنحط منها 6 كوبايات مية. هنحط في البداية 5 عشان حسب نوع الدقيق. الكوباية الأخيرة هنشوف الدقيق هيحتاجها ولا لأ. هوريكي قوام العجينة، ده القوام المطلوب، ان هي تكون كده بتلزق، ما تكونش بتلم معاكي من الطبق. لو لمت معاكي وبقت جافة هتطلع معاكي الفطيرة يابسة كده وناشفة، مش هتطلع معاكي الفطيرة حلوة. طول ما العجينة طرية كده وبتلزق معاكي الفطيرة تطلع معاكي طرية. تمام، ده سبب من اسباب نجاح الفطير، ان العجينة ما تكونش ناشفة معاكي وفي نفس الوقت ما تكونش سايحة خالص برضو. تاني حاجة بقى هنبتدي ندهن صينية اللي هنحط عليها الكور اللي احنا هنسيبها ترتاح بحجم الكرة بقى زي ما انت حابة. لو المكان عندك صغير وما عندكيش مساحة فرد كبيرة هتعملي الكرة صغيرة جدا. مساحة الفرد عندك واسعة هتعملي كور كبيرة. هنعمل بقى الكور دي هوريكي هتفرديها ازاي، وهنحط كوره جوه كوره جوه كوره. هما دول اللي هيعملوا معاكي الرقات الكتير. وطريقه الفرد سهله وبسيطه، بس نجاح الفرد بقى ان انت تسيبي العجينه ترتاح. مش هقولك بقى ربع ساعه ولا كده، لا، علشان انت لسه مبتدئه فاسبيها ساعتين على الاقل. بعد الساعتين دولت هيطلع معاكي العجينه، هتتفرد معاكي بمنتهى السهوله. هوريكم انا سبتها ساعتين عشان اوريكم العجينه هتتفرد بسهوله ازاي. بصوا بقى بعد ساعتين ما العجينه ارتاحت هتحطي ايدك كده تلاقي العجينه ما بتردش تاني. كده العجينه تمام جاهزه للاستخدام. هتشوفي بقى العجينه هتتفرد معاكي بمنتهى السهوله ازاي. هندهن المكان اللي هنفرد عليه بالزيت. ايوه زيت مش سمنه، عشان السمنه ما تلزقهاش هتقولي السمنه بتنشف الفطير. بتنشف لو هنستخدمها في الفطير، في الفرد ما تقلقيش. هنفرد بقى الفطيره. بصي بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله ازاي، عشان ارتاحت ساعتين. يا دوبك بتحطيها على الترابيزه وبتشدي من الاطراف. مش اكتر. بصي بشد ازاي لبره، هتلاقيها اتفردت معاكي بمنتهى السهوله. السر في انها قعدت ساعتين. لو ما قعدتش ساعتين هتلاقيها تيجي تشدي بترجع تاني معاكي وعامله زي البلاستيك كده، مش هتنفع معاكي خالص. سيبيها ساعتين هتطلع معاكي بالطريقه دي. بعد ما فردناها دهناها بقى بالسمنه. ما تكتريش سمنه قوي، زي ما انت شايفه كده الكميه اللي انا حطاها، وما تقلليش قوي بردك، يعني مش نزود قوي ولا نقلل قوي، زي ما انت شايفه كده في التصوير. طبعا انا كنت مجهزه كوره عشان اوريكم ان انا بعد ما فردتها حطيت كوره جوه كوره. هنجهز كوره تالته. فردنا الكوره التالته وهنحط فيها الكورتين الاولانيين عشان تطلع الفطيره زي ما انتوا شفتوها كبيره كده. كل بقى الرقات اللي بنتنيها دي بتطلع في الفطير. شايفه الفرد سهل وبسيط ازاي خالص. نجيب الكوره التالتة هنحطها جواها ونقفل عليها كده ونحطها بقى في الصينيه. بعد ما نحطها في الصينيه هنضطر ان احنا نسيبها بردك مش اقل، هقولك نص ساعه عشان تطلع معاكي طريه. نص ساعه كده، وبعد كده تبتدي تفرديها. لو فردت معاكي وممكن 10 دقايق، بس كل ما بتسيبي العجينه اكتر كل ما الفطير بيطلع معاكي اروع.
تمام. ده انا كده كمان في اللي انا وريتها لكم دي كنت مستعجله، لو كنت صبرت اكتر كان هيطلع اطرى واطرى. بصي فتفردي بقى، هيفرد معاكي في الصينيه بمنتهى السهوله عشان سبتيها ارتاحت. تمام، انا هنا سبتها ارتاحت ربع ساعه بس. بصي بتفرد معايا بمنتهى السهوله ازاي. هيطلع معاكي بالمنظر ده. المهم تكوني دهناه كويس جدا، يا بالزبده بالسمنه، يا اما تدهنيه بالقشطه. هنا في الفرن بوريكم قبت ازاي. بصي منظر الفطير بعد ما استوت. الفطيره التانية بصوا نافخه ازاي. طبعا تطلعيه من الفرن تغطيه، اهم حاجه تغطيه، اهم حاجه عشان البخار بتاعه بيشربه تاني فبيخلي الفطيره طريه. بصي المنظر. الفطير تحفه ده كده كمان سخن. لما بتحطي بقى الفطير فوق بعض كده وتسيبيه ساعتين تلاتة، اتفرجي على طراوه الفطير بيبقى عامل ازاي لما بيتحط فوق بعض ويتساب ساعتين تلاتة كده ويكون متغطي، هيبقى اطرى من كده كمان. عايزه اقولك ان التسويه مهم جدا تكون اخر رف في الفرن، يعني على مش على ارضيه الفرن، تحطي شبكه فوق ارضيه الفرن مباشره، وتكون النار على اعلى درجه حراره عندك في الفرن. ده برضك سبب من اسباب نجاح الفطير. مهم جدا بعد ما الفطيره بتستوي من تحت، بتفتحي عليها الشوايه تاخد لون من فوق. لو هتستخدمي فرن بوتاجاز عادي. الخطوه دي مهمه جدا برضك، علشان لو سويتيها في نص الفرن او في فوق كده او درجة الحرارة واطية، الفطير برضك بينشف. تمام. حاجة ممتازة. متنسوش تدعموني بقى بلايك وكومنت وشير، والسلام عليكم.